انت من اسكندريه تعالى اعرفك على مكان فرنساوي مغربي بيبدا اسعاره من اول 10 جنيه واغلى حاجه 100 جنيه. شم الريحه اللي هتجوعك. من اول اطباق المكرونه اللي من اول 10 جنيه واغلى حاجه 20 جنيه، حد سندوتشات السماش واللحمه اللي بالبصل. اول مكان يعمل البيكاتا سندوتشات، والبيكاتا دي سندوتش فرنساوي، ده اول مكان يعمل البيف استغرانوف في مصر. هو بيبقى عباره عن طبق فرنساوي محدش بيعمله في مصر الا في المكان ده، وهو اصلا مش بيتعمل غير في فرنسا. كده كده هو ده اللي بيتعمل قدامكم، لانك اول ما تروح وتشم الريحه هتطلبه على طول. نزلك باللحمه البقري مع شرايح البصل والمشروم وتبقبق كده قدامك، تدخل بقى على طاسه اللحمه اللي بالبصل دي، حرفيا اللي كانت في حته اولى مش تانيه، وكذا حد طلب منها. وعندهم طبق تشيكن بيكاتا بالشامبينيون، حاجه كده اللي اتقدم. كنا ميتين بقى من الجوع كده وراجعين هفتانين من التمرين، قلنا لازم ندخل على المكان ده، وطلبنا اول حاجه من عنده اطباق المكرونه اللي بتطلب من عنده كده كده. طلبنا 4 اطباق مكرونه، طبق مكرونه ساده بالصلصه وبيحط عليها مكرونه ميكس والتتبيله، وطبق بالكبده، وطبق مشكل لحوم، وطبق بالجبنه، ويحط على كل طبق مكرونه ال7 بهارات اللي خاصه بالمكان. من اول طبق المكرونه اللي بالكبده وطبق المكرونه المشكل. انا عايز اقول لكم انا ما كنتش عارف باكل ازاي من كتر الريحه. حط الدقه وبالف هنا وشوفها يا باشا على قلبك، هتدلع كرشك يعني هتدلع كرشك. دخلت على اول طبق الساده، بعد كده طبق المشكل الكبده والصدق، بعد كده طبق المكرونه اللي بالجبنه. واكتر طبق عجبني في طبق المكرونه دي اللي اسعاره بتبدا من اول 15 جنيه واغلى حاجه عنده 20 جنيه. دخلت على الطبق اللي بالجبنه، بعد كده المكرونه اللي بالكبده، بعد كده المشكل، ودي كانت اجمد انواع طبق مكرونه عنده. ده يعتبر اكتر طبق مكرونه كان خفيف عشان محشي جبنه بس. واخر حاجه بقى جربت عنده وهو طبق المكرونه اللي بالكبده، اللي مفيش بيت مصري ما بيعملهوش. لكن لو انت من عشاق الطاسات تعالى اعرفك بقى على تتبيله الفراخ بتاعته اللي هي توديك في حته اولى مش تانيه. طلبت 3 سندوتشات من فرنسا لسه نازلين على مصر طازه، ان الشيف اللي بيعملهم اصلا شيف فرنساوي لسه نازل من فرنسا، بيشتغل في المطاعم هناك ال5 نجوم. اول طاسه بيحط لك الفراخ، بعد كده بيحط لك الصوص الخاص بالفرنسي، وكان لازم اعرف اسمه ايه. ده حاجه اسمها براون صوص، بيتحط على اي طاسه هم بيعملوها، بعد كده يغرقها لك بالجبنه الكريمي. بصوا البصه دي بقى كان لوحدها في حته اولى مش تانيه، ان الحشو بتاع الساندوتش من جوه كان تقيل جدا. على اجمد حاجه بقى مصريه اصيله، وهي صينيه اللحمه بالبصل، وده حرفيا اللي مفيش حد مصري ما بيعشقهاش. عايز اقول لكم ان الناس دي شغاله بلحمه بقري، قلت لك اللحمه بالبصل مع شرايح الفلفل الالوان مع الطماطم، ويغرقها براون صوص برده. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايوه الناس عشاق البرجر واللي تشيكن. عايز اقول لكم ان الحشو بتاع السندوتشات دي كان بضمير شويه. اكلت على اول سندوتش وهو كان التشيكن، عايز اقول لكم بينزل معاه طبق مايونيز وطبق كولسلو، بس اكتر حاجه عجبتني في الاتنين دول هو سندوتش البرجر العملاق ده. صلي على النبي واعمل لايك للفيديو واعمل له سيف عشان هتحتاجه جدا وانت جعان. بيحط عليه طماطم وخيار وخس ومخلل، وعلى حسب الحشو اللي انت تقول له عليه عامل لك الطماطم والخيار على شكل طياره كده عشان تلكم براحتك. خلنا على طبق الكولسلو اللي بعديه، اللي يوديك في حته اولى، ومفيش حد تقريبا ما بيعشاش الطبق الصحي ده. لكن لو انت من عشاق النجريسكو اطول مطه في العالم، تعالى اعرفك على طاسه النجريسكو اللي مفيش حد عنده وقاعد ما طلبهاش. قلت لك المكرونه، بعد كده البشاميل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حد يقول لها تخلص يا جدعان. وهنا كانت الكارثه والصدمه. الطبق ده كان عامل 45 جنيه. الصراحه انا قلت هيعمل 100 جنيه، بس الصراحه الحشو اللي جوه يستاهل مع المطه اللذيذه دي، ان طول ما انت بتاكل كده هتاكلها سخنه موحوحه والمطه مش هتخلص. سيبك من كل ده، لو انت بتحب السندوتشات الحرشه الجوع اخر الليل، تعالى اقول لك تطلب ايه. من اول سندوتشات الكبده الحرشه والصدق والكلاوي والكوارع، يعني تخيل تهجم كده في الطبق ده وانت لسه راجع من الجيم او من الشغل، حاجه كده اخر قله ادب، مع طبق المخلل الحرش ده. على سندوتش الكبده، بعد كده سندوتش الصدق، بعد كده سندوتش الكلاوي والكبد والكلاوي كمان. مش هننسى عصره الليمونه على الكبده الحرشه. نزلك معاه كمان قرن فلفل موحوح كده عشان يفتح نفسك. دي كانت اجمد سندوتشات واجمد طبق حرش، حرفيا سد معايا كل ده. متهيألي ما ينفعش تاكل كل ده وما تاخدش صاحبك الاكيل معاك. عايز اقول لكم انا ما اعرفش ازاي هو زلط 5 سندوتشات في بق واحد، اقل من جمال السندوتشات. كمان حبيت اصور لكم المنيو بتاع الحلو والحادق، وهنا كان صاحبي طلب الحلو وبيقول لي كمل، قلت له استحاله، وده لفته يا جماعه واخدته دليفري، لان الحلو عندهم بيخليك ما تاكلش اسبوع كمان. المكان هو بحوده، ومكانه في اسكندريه في السيوف شماعه مرات جردينيا خلف اسواق فتح
فتح الله عند عماره 7 بالظبط. حد اي اسكندراني يعرف المنطقه دي فين بالظبط، منشن لصاحبك ويلا